الحق القاضية بقى. ما تكملش ما تكملش. ماما عاشور هو اول واحد فتح موضوع القضيه. يعني ولا انت بالع القضيه معايا يالا، ولا انت واخدها وانت معايا. كنت دكه، كنت دكه، انت كنت على قوه نادي الزمالك ساعتها يا امام. فبيتكلم مع عبد المنعم بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ قال له ما جيتش شاور. انت دمك خفيف خفه يا امام، ده انا عايز ارقص نيجر من خفه دمك. فبيتكلموا فجاه مين؟ الباشمهندس قفشه. لقوم ايه جاي فقال له الحق القاضي اهو، الحق القاضي اهو. ده بتتكلم بجد يا امام وحياه ربنا؟ طب وحياه اغلى حاجه عندك يا جدع، انت بتتكلم بجد؟ يعني انت امام عاشور الحقيقي، البني ادم الحقيقي اللي اسمه امام عاشور هو اللي قال الكلام ده؟ يا ابني القضيه دي انت واخدها مع، انت متخيل؟ انت فاهم خلوك تعمل ايه؟ يعني انت فاهم انت عملت ايه؟ مش بس انت رحت الاهلي، ده خلاك تجيب سيره الماتش اللي انت خسرته، اهم ماتش في تاريخك يا منيل على عينك. يقوم سيد رجب الله يديله الصحه ويبارك له، انا بحبك يا مصطفى، يقول له تعالى الاهلي يا رضا، مش قلت لك تعالى؟ ده امام جه. على رايك اذا كان امام جه وهو فرحان قوي، ما انت انا بعد كده لو شفت لاعب في الزمالك بيجيب لنا كل ماتش هاتريك، وبعد ما يخلص يخش يكنس النادي، وبعد ما يكنس النادي يقوم عامل شايل الاعضاء كلهم، وبعد كده يقوم جايب شعار الزمالك متغطي وبيه نايم، برضه مش هصدق ان هو زملكاوي. قاضيه يا امام. امام انت كنت واكل ايه؟ انت كنت شارب بوظه؟ انت كنت شارب بوظه ولا كنت بتعمل ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، سلام عليكم.